ايوه يا مرة، عاد نستلم تزلط ذا الحين من صاحب العمارة. ايوه ذا الحين قدرنا سهري عند صاحب البقالة نسد الزلط اللي علينا، وبعدين ندي الإيجار. يلا يلا خاطرك. ايوه كم عندي ذا الحين قلت؟ 15,000. 15,000. 1 2 3 4. سبعة 8 9 10 11 12 13 14 15. وهذا 15. لا عاد عندي ولا عاد عندك، كذا الزلط مشطط امسكها. صابر. ما انا فيني عصبة، خليها على الله. ايوه يا عصبة، اذا فرصتي. يلا يلا خاطرك. ايوه والله ما يفلت، اجرب حظي. ان سبرت ما سبرت مع السلامة. اخ يا اخ. ايوه خير ما تشتي. انت فيك عصبة في ظهرك صح؟ ايوه وانت ما درك. دراني كيف ما تعرفنيش؟ ماشي والله ما عرفتك. انا مقرح الظهور وخبير العصبات في المنطقة هذا، انا مشهور هنا قوي. اداك الله والمدي كريم. امانه ظهري بيوجعني طول الليل ما خلاني ارقد. عصبه امانه قدو يابس، ظهري يابس. انا قد عرفت من مشيتك ان فيك عصبة في ظهرك، فانت لا تهم ولا تقلق، انا بقرح لك العصبة وامورك تمام. خلاص هيا انسر العياده حقك. هي لا ما عيادة ولا حاجة، ايش اقرح لك العصبة. انا الامور بسيطة. يلا هيا كيف افعل؟ افعل. ايوه خليك هكذا مد يديك. ايوه هكذا. لا خلاص ارفع يديك. ايوه التفت. ايوه خليك ملتفت. ايوه ملتفت. ايوه هكذا بس. ايوه هكذا بس ضروري تجلس ملتفت. يعني اجلس هكذا. لا. ايوه لانه يمكن ترجع العصبة ويوقع مشكلة. خليك ملتفت. ايوه بس يا اخي ما تشيش، تعال جنب. لا خلاص اسمع. انا بقول لك لا تلتفت. خلاص ولا عدل. لا تلتفت خليك. ايوه والتفت قوي. ايوه خليك ملتفت هكذا قوي. ايوه لحظة ادور العرق حق العصب. قطب ظهري. خلاص. ايش قرحت. ايوه امانه قد انا بخير. الحمد لله. شفت الحمد لله. امانه خليني احاسبك. كم شيء لا والله ما ادي حاجه. ماشي عيب الله المستعان. لا انا بعالج الناس هكذا لله وفي الله، انا ادور بس دعوه يعني الله يرضى عليك. دعوه وكلمه طيبه. يسلم الله يفتح عليك. امانه اللي تدعي لك طول الليل. الله يسعدك. الله يبارك فيك. الله خاطرك سلام. الله يرضى عليك. الله معك. هذا باسم. حياك. بارك اليوم فارح بتضحك ما شاء الله عليك. صورتك اليوم عاد حاسبني حق الشارع. اكيد. وقالوا ما يضحك الا رابح. ماشي انا كنت ماشي. ايوه ولقيت واحد الله يفتح عليه. امانه كان ظهري بيجوني طول الليل. وصلت له عنده امانه وقرح العصبه لما الحين الحمد لله. انا قدرنا فارح قد ظهري بخير. هيا قطب من الايجار قطب. يا اخي اشتغلت بعماره ما وقع لي فيها الا مبلغ بسيط. اديت صاحب البقاله ما عاد بقيت لي الا 20,000. يا رشي حسابي كامل، لا تمكننيش من هذا الهداء. حساب شهري وقطبني. يا اخي ايش رايك؟ الشهر الجاي واحاسبك حق 3 اشهر. اهي عضعي خلينا هذا الشهر. اديت ال 20 قلت 20 ولا ما بش. 20,000 ولا ما بش. ها؟ ولا ما بش. الداري صورته ما قرح ظهري، قرح الجي. انا هذا باسم مثلي يدق هالنود هو والله ما سبرت. انه عدت لي اقوم اسعفه قلت ايجاري. اين انا؟ انت؟ عاد انا اسعفتك الان. عاد انا اسعف لك الان. يا دكتور سلامات. ايش فيك؟ بين عصبة. قال بين عصبة. عصبة. انا دكتور اسنان، ايش دخلني في العصبة؟ كيف دكتور اسنان؟
والسماعة ما بتعرض. السماعة ابعدها. عارفة. خلاص قوم. يا دكتور ظهري قلو يابس. تمام. وقف ظهرك. يابس ما اقدرش انزل. ما تقدرش. الملل. الملل. ميلك هلا. إذا قلت ما تقدرش شوف عالجتي. لا بخير بعت اطف. كنت تقامر على بلاد شرقية. كنت بخير والله ما بلا شيء. ماشي مش فاهم صراحة. الرجال في الرحل جاي ما عبش ولا ريال. هذا علاجك، ما الحين انت بخير. اعتطف براحتك. عادي يقوم رحمة. انت اياه. ها؟ في الرحل جاي. اين عصبه؟ هلا قدوة تتلية ماشية ما نعرف في الشارع. تمام. ايوه. بس قد كنت على العصبة ولا معبش. اليوم نقوم بزيارة لمناحلنا، ما شاء الله تبارك الله. هذه المناحل الذي ينتج منها العسل السدر الطبيعي، ونزودكم بها من هذه المناحل. طبعا العسل مضمون ونقي. طبعا هذه النحل، هذه المناحل، وتتغذى على هذه الوديان، هذه وديان السدر، أشجار السدر، وتطلع للجبال. الجبال هذه كلها فيها أشجار سدر. سبحان الخالق، ما شاء الله تبارك الله. يوجد في هذه الأودية كثير من الأشجار، أشجار السدر وأشجار السلام وأشجار الطباية، وتنتج كميات كبيرة من العسل اليمني الطبيعي. وهذا مثال مناحلنا الموجودة في جبل دباس، كعينة من العسل التي نأتي به. طبعا يمتاز العسل الدباسي بالجودة العالية من زمان يعني. وهذه المنطقة من زمان مشهورة بإنتاج العسل، حتى إن الإمام كما يقال كان يأتي بالجمال وتحمل كميات كبيرة من جبل دباس إلى صنعاء. وكان يشتهر كذلك عسل جبل دباس بأنه يرسل إلى السعودية ويباع للملوك والأمراء. هذه أهم نبذة. طبعا جبل دباس هي تقع شرق مدينة الجراحي، بداية سلسلة الجبلية المتجهة إلى إب، وفيها خصوبة التربة وفيها أشجار السدر والوديان الكثيرة. هذه نبذة عن جبل دباس وعن عسل دباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.